عندكم على التواصل الاجتماعي أصبح في يوتيوبر بيطلع باسم المغرب، وهو الروتين اليومي روتين المغرب. يعني شوف لكم حل، اعملوا حملة تطهير. يعني انتوا لما واحد سعودي شتم المغرب عملتوا الدنيا نار وقلبتوا على الدنيا كلها، كأنكوا يعني حرق المغرب كلها. يا اخواني شوفوا، عندكم في حاجة اسمها روتين المغرب بتسوء سمعة المغاربة. فيا جماعة أي حد بيشوف الفيديو ده يشيره لأي حد مغربي، خلي يشوف اليوتيوبر المغربي إنه يطلع يتكلم عن هذه الظاهرة. هذه الظاهرة أصبحت عري، أصبحت دعارة. فأي حد بيفتح الروتين المغرب بيشوف كأن المغرب كلها بهذا الشكل. لا أصبح الآن لحد الآن بسأل نفسي، بقول هذا المغرب دولة مسلمة ولا دولة بأي نظام؟ لما بشوف هذا الروتين وهذا النظام وهذا العري بشكل كبير، بقول كيف المغرب سايبة هذا النظام وهذا البيئة شغالة لحد الآن، وهم على واحد سعودي طلع كم كلمة قلبوا الدنيا وولعوا الدنيا وعملوا قضايا. طب شوفوا عندكم كيف بيصير في الروتين اليومي، شوفوا العري، شوفوا كيف بيطلع بيشوهن سمعة المغرب بهذا الروتين. لأن الصراحة زاد عن حده وأصبح عري بشكل كبير، أصبح فضيحة بشكل كبير جدا جدا. فيا جماعة يا ريت انكم تشوفوا هذا الفيديو وتاخذوه على جدية، وتاخذوه انكم تعملوا عليه حملة، وهي حملة تنظيف السوشيال ميديا المغربي. لأن بصراحة الموضوع زاد عن حده، والعري زاد عن حده، والقلع زاد عن حده. فهذا لازم بصراحة كل يوتيوبر يتكلم عن هذا الموضوع، ويتكلم عن المغربيات اللي بيطلع بهذا الشكل، اللي بيخربن سمعة المغرب وبيخربن كمان سمعة الدول العربية وسمعة الإسلام بشكل عام.